السلام عليكم، كيف الحال يا أحلى متابعين؟ وشهر مبارك ورمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالخير والعافية يا رب. اليوم جبت لكم طريقتي في عمل المطيط اليمني بطريقة سهلة وسريعة. وصفة هذه طلب مخصوص من صديقتي أم ملاك لملاك خصيصا. يلا نبدأ نعمل أحلى مطيط لأحلى ملاك. مكونات المطيط: عندنا هنا لبن رايب يعني حقين، عندي زبادي، عندي ثوم. طبعا ممكن الاستغناء عن الحقين واستخدام الزبادي فقط، أو الاستغناء عن الزبادي واستخدام اللبن اللي هو الحقين فقط. أهم نقطة وأهم شيء في المطيط هو طحين الشعير، وهذا هو المكون الأساسي والرئيسي لعمل المطيط. في حال عدم توفر الشعير، أنا مثلا اليوم ما كانش عندي شعير فاضطريت إن أنا أستخدم الطحين الأحمر اللي هو البر. أخذت الطحين الكامل مع النخالة تبعه. بس في حالة الاضطرارية عندنا كمان الملح، وعندي كمان زعتر محوج، يعني فيه زعتر وفيه بسباس حيمي شوية، وفيه شوية ثوم، يعني بسباس محوج. في حالة انه معاكم بس زعتر وملح، وإذا تحبوا كمان البسباس الأصفر الحيمي تحطوه في المطيط إذا مش موجود عندكم مخلوط. وعندي كمان زعتر مطحون صافي. يفضل إن الزعتر يكون طحنته متوسطة، مش بهذه الدرجة، لكن أنا اشتريته ما انتبهش لهذه النقطة. وهذه هي المكونات الأساسية. بالنسبة للزعتر المحوج إذا مش موجود مش ضروري، ممكن أن تضيفوا الثوم والزعتر، وإذا تحبوا شوية بسباس وخلاص. نيجي الآن لطريقة عمل المطيط. طبعا الطريقة التقليدية كنا نحط الزبادي في الإناء مع شوية ماء، ونجيب المضرب اليدوي ونجلس نحركهم حتى يختلطوا تمام، وبعدين نبدأ نجيب طحين الشعير ونبدأ نحرك الجميع وكذا. فالطريقة السريعة بالنسبة لي، لأنه كل الطرق تؤدي إلى روما، أنا حجيب الخلاط الكهربائي وأحط كمية الحقين اللي أنا أشتيها. يعني أنا تقريبا هحط كوب حقين. حجيب 4 علب من الزبادي، طبعا الأحجام هذه أحجامها صغيرة، يعني تقريبا العلبتين تيجي علبة ونص من الزبادي المتوفر في اليمن. أنا هنا حطيت 2.5 ملعقة من الطحين البر، 2.5 كبار من طحين البر. هحط الزعتر، أنا هنا حط 3 ملاعق صغيرة لأن الملعقة اللي عندي هذه صغيرة جدا. هحط هنا الزعتر المحوج. قلت لكم في عدم وجود الزعتر المحوج تحطوا إذا تحبوا شوية بسباس، والثومة تفي بالغرض. هحط أنا حبتين فصين من الثوم. هضيف كمان لداخل الخلاط كوب كبير من الماء، يعني يعادل كوبين من الأكواب المعيارية، وحضيف كوب آخر لداخل الإناء، وحبدأ بخلط الخليط. هنضيف الخليط لداخل الإناء مع التحريك عشان نراقب كثافة المطيط. انتوا هتخلوا كمان جنبكم كوب من الماء، أنا احتجت كمان كوب من الماء عشان أراقب الكثافة. تعتمد كثافة المطيط تختلف برضو من منطقة لمنطقة. في ناس ممكن تحب المطيط أثخن وناس أخف شوية. للناس اللي ما تعرفش المطيط أو أول مرة ممكن تعمل مطيط، تتعامل معها كمثل ما بتتعامل مع الكاستر، مع المحلبية اللي بنعملها في رمضان. بالنسبة لطحين الشعير هو أهم نقطة في المطيط، يعني لو نيجي نتكلم على أصول المطيط فهو ما يصنع إلا بطحين الشعير. في حالة عدم توفر هو للضرورة نستخدم طحين البر. ولأن المطيط هو نفس اللي كان يقول عليها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، اللي كان يطلق عليها اسم التلبينة. لو نجي للحقيقة، التلبينة اللي تكلم عليها عليه أفضل الصلاة والسلام عبارة عن إيش؟ عبارة عن اللبن وطحين الشعير. والمطيط قديما كان لما نروح القرى كان يعملوا المطيط من إيش؟ من اللبن حق الأبقار، ما كانش هذيك الأيام عندهم زبادي. فهذه هي التلبينة، صحية ومفيدة جدا. الاسم يختلف من منطقة لأخرى، في مناطق يسموه زوم، وفي مناطق المطيط عندهم حاجة مختلفة، يعني يضيفوا لها كبزرة. شفت ناس يعملوا هرد لونها أصفر، فتختلف من منطقة لأخرى. طبعا وأنا جالسة أدردش معاكم مشيش أقطع حبل أفكاري، فأنا أضفت نص كوب من الحقين عشان أخفف القوام حق المطيط، لأن أنا أحبه يكون قوامه خفيف شوية. أنتوا تخلوا السماكة حسب رغبتكم. كمان التحريك المستمر هذا غلط، أنا جالسة بس أحرك بهذا الشكل علشان أوضح لكم قوام المطيط. ولا هو أول فترة ما يبدأ يثخن وخلاص وتماسك وتمالك نفسه، ما فيش داعي للتحريك الزيادة عن اللازم. ولأن أنا أضفت حقين كمان حبيت أزيد شوية زعتر وشوية بسباس حيمي. وكذا أصبح المطيط جاهز. وأهم شيء أول ما يبدأ أول غلوة على طول تطفوا النار. كانت والدة الله يرحمها زمان تقول لما تفور المطيط كثير تقول كلمة معناها تنذر. إيش تنذر؟ أنا ما أعرفش صراحة أترجمها لكم بلغات ثانية أو بلهجة ثانية، عفوا، يعني بتعزية أو باللهجة العامية، مش عارفة. بس إنه
مش حلو للمطيط إنه تغلي كثير، أول غلوة على طول تطفوا النار. زيها زي الملوخية، الملوخية لو فارت كثير خلاص تخرب. المطيط نفس الشي، بس أهل صنعاء يقولوا تمذر. فدوروا حد من صنعاء يشرح لكم إيش معنى الكلمة. وخلاص كذا المطيط أصبح جاهز، مسكين قد خرجت بطونها اليوم من كثرة التحريك. طبعا هو لما يبرد كمان حيزيد يتخن شوية زي الكستر. شفتوا الكستر يكون خفيف وهو في الإناء حامي، أول ما يبدأ يبرد شوية يبدأ يتخن، فهو حيتخن أكثر من كذا بعد ما يعني أحطه في مطائب. الآن هعمل فتة. في ناس سألوني كيف أعمل فتة المطيط. في فرق بين فتة المطيط وفتة النشوف. النشوف ممكن أشرحها لكم وقت ثاني، بنضيف لها حاجة اسمها الجريش، اللي هي شفتم البر المطحون هذاك حق الشوربة. أما فتة المطيط هي سهلة جدا. تجيبوا الملوج اليمني أو الخبز اليمني. المغتربين ممكن أنا نزلت لكم فيديو قبل فترة كيف تصنعوا خبز في البيت بالفرن الكهربائي أو الفرن الغاز. بنحمي المدرة ونفت الخبز أو الملوج داخل المدرة، والمدرة حامية. بعدين نصب المطيط. طبعا هذاك الصوت أنا أموت عليه ساعات ما أصب المطيط داخل المدرة وهي حامية، وأحركها مع الخبز وأخليها تتخن. كل شوية أضيف مطيط، كل شوية أضيف مطيط، لأنها تتشرب المطيط كثير. لما أخليها متشبعة بالمطيط، وآخر شيء أحط لها ملعقة سمن بلدي وأقدمها. وبالعافية عليكم. أسهل فتة يعني. أن نشوف الفارق بينها وبين فتة المطيط هو حبوب الشوربة المطحونة. وبالنسبة لفتة الحليب اللي سألتوني عليها نفس الشي. حميت المدرة وخليتها فوق النار، قطعت قطع خبز الطاوة وحطيتها، وبعدين جبت الحليب وضفت الحليب وجلست أقلبها، وكل شوية أضيف الحليب عشان تتشرب لها، لأنها تتشرب الحليب بسرعة وعشان ما تكونش ناشفة. وآخر شي تضيفوا حسب الرغبة. في ناس يعملوا لها سكر، والأفضل إن انتوا آخر شي ترشوا عليها شوية عسل وشوية سمن، وإذا تحبوا حبة سوداء. وبالعافية عليكم وعلى قلوبكم، ورمضان كريم وشهر مبارك، وإلى اللقاء.